انت جاي دلوقتي من اجتماع، الاجتماع ده كان ايه؟ رحله تعلم اسمها كده. رحله تعلم. احنا عندنا المطران منير انشا مركز اسمه المركز المسيحي الاسلامي للتفاهم والشراكه. جميل. ده مقره في الزمالك؟ مقره في الزمالك. اوكي. ويعني طبعا في رجالات من الدوله في البورد، في مجلس الاداره، من المشهورين ورجال يعني رجال الاعمال ويعني واللي هم يعني على قلبهم ومهتمين بهذا العمل. والمركز بيعقد حاجه اسمها رحله تعلم، مدرسه بتستمر يعني 4 أيام. اوكي. وبيجي الاولاد المسيحيين والمسلمين خاصه اللي في المعاهد الازهريه واللي في كليات اللاهوت، اوكي، عشان يتعلموا ازاي كل واحد يسمع التاني، يعرف عن الاخر، وهو ده المهم. ده المهم، معرفه الاخر. انت مش بعبع عشان بالنسبه لي، ولا انا بعبع بالنسبه لك، ولا انت مصدر خطر عليا ولا انا مصدر خطر عليك. طبعا ده احنا دم واحد وطالعين من ارض واحده وشاربين من نفس الميه، فليه هنبقى وبنشم هوا واحد على رأي الحلاج لما بيتكلم عن الهواء وعن الماء، يعني الله موجود في الحاجات دي. الله موجود في كل حاجة. الله موجود في كل الوجود. وربنا يعني اتأثرت أنا بالحادثة بتاعت سوريا، فكرتني بالأيام السوداء اللي كنا فيها. ربنا يرحم اللي ماتوا ويعين الناس على تحمل هذا التعصب والكراهية. أنا كتبت على الفيسبوك عندي، قلت أنا حزين ومتألم جدا على هذا الشخص اللي فقد حياته. كان ممكن الشخص ده يمكن يكون حاجة عظيمة لو كان يعني وجه كل طاقاته. ما هو النقطة كلها يا أستاذ سليم، إن عشان كده أنا مقدرة فكرة التعليم والتعلم اللي انتوا بتعملوها في نشاط، لأن هو ده اللي هيطلع التعصب والأمخاخ المقفولة تبتدي تنفتح وتفهم يعني إيه إن إحنا كلنا مخلوقات ربنا، وإنه غرضنا في الدنيا نتعارف ونتعايش ونكمل مع بعضينا ونتعاون لنهضة كل حاجة بنحبها وأولها مصر. أمين. ومصر تستحق، مصر غالية، تستحق. مصر جميلة. ويعني إحنا النهاردة كنا بنقول للولاد في المدرسة، بنقول لهم ده سن إيه؟ معظمهم خريجين يعني أو لسه طلبة 20s مثلا. 20s يعني طلبة كلية لاهوت وطلبة معاهد أزهرية وطلبة أزهر. يعني بنقول لهم قبول الآخر. ممكن نشرح للناس يعني إيه كلية لاهوت؟ كلية اللاهوت هي مدرسة يعني بيلتحق الشاب فيها بعد ما يخلص ممكن ثانوية عامة أو يخلص الجامعة ويدرس اللاهوت اللي هي المواد الدينية. يدرس عن الكتاب المقدس، يدرس عن أقوال الآباء، يدرس عن تاريخ الكنيسة، يدرس عن علم التفسير، ويدرس سايكولوجي، يدرس علم نفس، ويدرس عن العلاقات، عشان يقدر ان هو لما يطلع يشتغل في كنيسة، يعني هو اللي بيتخرج من كلية لاهوت بيطلع يشتغل في المجال الكنسي. يبقى وهو بيعلم على أساس. اوكي. ده مش مطلوب منه انه يكون راهب ولا حاجة. لا. اوكي. النهارده كنا انتوا عندكم رهبان في الطائفة الانجليكية؟ مفيش في مصر، انما في رهبان في الطائفة، في الخارج. في الخارج. بس مش بكثرة برضه. يعني النظام الانجليكاني مش انترستد قوي او مش مهتم بالرهبنه. احنا يقال ان احنا المصريين اللي ابتدعنا الرهبنه، يعني يقال كده، معلش ده حقيقي ولا لا، بس يقال يعني. النهارده كنا بنقول يا جماعه احنا اهم حاجه عندنا قبول الاخر، الاحترام، التسامح، التعاون البناء من اجل مصلحه المجتمع. احنا مش يعني احنا لو بنفكر في نفسنا يبقى احنا سيلفش، احنا انانيين. لكن احنا بنقعد مع بعض، يعني برنامج زي ده حضرتك، انت ليه بتعملي البرنامج ده؟ عشان نعرف بعض، وعشان توصلي مفاهيم
جديده، مفاهيم هي اصيله والله، أصيلة، بس ما أوكي. اعرفش جه عليها التراب ليه. بس عايزه توصليها، عايزه تلمعيها، يس. عايزاها توصل للناس. فاحنا يعني لازم نكون يعني مهدفين ان احنا عايزين نوصل يعني بالنور اللي ربنا بيبعته لنا الحمد لله. نوصله لغيرنا. اجمل كلمه نختم بيها الحلقه بتاعتنا، النور اللي بعته لنا ربنا هو ده اللي نوصله لعباده. اذا اردت ان تمشي سريعا امشي بمفردك. عايز تمشي عشان ما بسرعه حدش امشي لوحدك. يعطلك ولا ايه؟ واذا اردت ان تمشي طويلا امشي مع اخرين. مم. حط ايدك في ايد واحد تاني مهما يكن يعني الديانه بتاعته او الثقافه بتاعته او جارك، امشي مع شخص اخر عشان تقدروا توصلوا مع بعض. بالظبط. ميرسي جدا جدا استاذ سليم واصف، نورتني في بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب. اشوفكم في حلقه تانية.